عبد الله الكعيبي، اللغة اللي راك تتكلم بها لغة العاطفة ولغة نحن ندعم ونحن مع ونحن. الجزائر خاضت حروب ومحتاجيناش الدعم. الوقت اللي الجزائر كانت تكتب التاريخ نتاعها، الوقت اللي الجزائر كانت تتناضل وتجاوزت حروب وتجاوزت محن، ما كناش احنا لغة العاطفة ولغة أدعمك وأعترف بك وندير فيك بليزير. اللغة هذه ما كايناش في قاموس الجزائر وما كايناش في قاموس الشعب الجزائري. يعني إذا كاين دول راكو تتعاملوا معها بهذه الطريقة، هذيك دويلات كيما نتوما. أما أنت يا عبد الله الكعيبي، راني نعاود لك، سنة 1982 بما أنه راك تتكلم في المجال الرياضي، الجزائر كانت تشارك في أكبر التظاهرات العالمية، وعلى سبيل المثال كأس العالم سنة 1982 لما كانت الجزائر عندها فريق يمثلها في التظاهرات الكبرى والتظاهرات العالمية، وكان عندها نجوم، كان عندها نجوم لاعبين، وراني ذكرت لك أمثال رابح ماجر، الأخضر بلومي، عصاد، والقائمة راه طويلة. الإمارات ما كانتش كاينة دولة أصلا، ماشي كان عندها فريق يمثلها، ما كانش كاينة دولة أصلا. الأب نتاعك يا الكعيبي سنة 1982 كان يستخرج شهادة الميلاد نتاعه الخاصة به من سلطنة عمان. سنة 1982 الرياضة الوحيدة اللي كنتوا تنظموها في الإمارات هي سباق الإبل وسباق الجمال، يعني كرة القدم ما كنتوش تعرفوها. يعني التصريحات نتاعك ما عندهاش وزن، التصريحات نتاعك ما عندهاش وزن. انتوما الشعوب والدول اللي عندكم عقدة التاريخ، عندكم عقدة الهوية، عندكم عقدة الوجود وإثبات الوجود. الجزائر بطلة كأس ألعاب البحر المتوسط سنة 1979. الإمارات كانوا عدم نواوش يكونوها، ماشي فريق يمثل الإمارات، ما كانتش كاينة دويلة الإمارات، ما كانتش كاينة، يعني ما كان ماشي فريق يمثل الإمارات، ما كانتش عندك دويلة أصلا. وبالنسبة للغة هذه اللي راكو تتكلموا بها تاع العاطفة وندعم وأنا مع وأنا، الجزائر ما تحتاج. احنا خضنا حروب ما احتجناش اللي يتعاطف معنا، احنا تجاوزنا محن العشرية السوداء وما احتاجيناش اللي يتعاطف معنا. نحتاجك تتعاطف معايا في مباراة في كرة القدم مهبول، نحتاجك نتايا تتعاطف معايا في الجانب الرياضي. خضنا حروب وتجاوزنا محن واخرها العشرية السوداء وما احتاجيناش اللي يتعاطف معنا ولا يساندنا معنويا ولا ماديا. الجزائر تاكل على ربي وتاكل على السواعد نتاع اولادها. نتايا الدويله نتاعك محتاجه الاعترافات، نتوما في النمو الديموغرافي واحتاجيتوا مساعده، يعني احتاجيتوا الهنود يعاونوكم واحتاجيتوا الباكستانيين يعاونوكم واحتاجيتوا في النمو الديموغرافي، ولكن التصريحات نتاعك من الجانب السياسي، لانه نتوما اي حاجه توظفوها للجانب السياسي. هاد الدويلات والشعوب اللي عندهم عقده نتاع التاريخ، ما عندهمش تاريخ، واللي ما عندهمش يبغيو يثبتوا الوجود نتاعهم عن طريق التسلق والتهجم على الدول الكبرى، دولة اللي يكون عندها تاريخ كبير، دولة اللي يكون عندها سيادة. هاد المتصهينين هادو اللي عندهم عقدة نتاع التاريخ وعقدة نتاع جغرافيا، عقدة نتاع السيادة، يستعملوا أي حاجة يستعملوها للجانب السياسي، المجال الفني، المجال الرياضي، أي حاجة يستعملوها سياسيا. وهذا باش معروفة الدولة نتاعك، يعني التصريح نتاع هذا المتصهين هذا امر عادي، راه يتبع المنهج نتاع الدويله نتاعه اللي هي الامارات، لانه الامارات معروفه بانها دويله تتفنن في تقسيم الدول ونشر الفتنه بين الشعوب. يعني انت كي تقول انا كنت اتمنى فوز الزمالك على فوز فريق اتحاد العاصمه، اضعف الايمان. مصر دوله عريقه وعندها فريق يمثلها، والجزائر دولة عريقة وعندها فريق يمثلها. انت واش عندك؟ انت ماذا لديك؟ انت عندك غير الفتنة، انتوما عندكم غير الفتنة وتقسيم الشعوب. مصريين شفناهم يباركوا الجزائريين، مصريين احتفلوا مع الجزائريين ومبروك الفوز، لأنه شافوا الأمر من الجانب الرياضي، شافوا الأمر وشافوا المباراة شافوها من الجانب الرياضي، ما يخلطوش السياسة بالبوليتيك. ومن بين الأسباب اللي تخلي هذا عبد الله الكعيبي يتهجم على الجزائر، هذه الأسباب اللي تخلي هاد اللقطاء هادو يتهجموا على الجزائر.